تخيل إن شخص واحد غيّر طريقة العالم في استخدام التكنولوجيا، لكن لإنه كان مش بس عبقري في الbusiness، لكن كان عارف هو عايز إيه وبيفكّر إزاي. هنتكلم النهارده على ستيف جوبز مؤسس أبل، والنهارده هاشارك معاكم 10 نصايح منه لو فهمتهم فعلًا وطبّقتهم ممكن يغيّروا مسار حياتك بالكامل. أول نصيحة: وقتك محدود فما تضيّعوش في حياة غيرك. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. ناس كتير بتمشي في سكة ما حدش سألهم هم عايزينها والّا لأ، الجامعة اللي المجتمع بيقول إنها كويسة، الشغل اللي بس عشان المرتب، الحياة اللي ماشية على autopilot. جوبز بقى كان شايف إن أعظم إنجاز تعمله هو إنك تعيش الحياة اللي أنت عايزها مش اللي اتفرضت عليك. تاني حاجة: تابع شغفك حتى لو الطريق ضباب. في خطاب تخرجه الشهير في ستانفورد قال: You have got to find what you love. مهما كان الشغف بتاعك صغير أو كبير أو غريب، طول ما في شغف في طاقة تدفعك. جوبز ساب الجامعة لأنه كان حاسس إن هي مش بتعلمه اللي هو عايزه، راح ياخد كورسات عن التصميم والطباعة واللي بعد سنين بقت سبب في شكل خطوط أبل اللي بنحبها. رقم 3: اربط النقاط بعدين. هو قال إنك مش هتشوف المعنى الكامل للحاجة اللي بتحصل في وقتها، لكن لما تبص ورا كل نقطة بتوصلك المعنى اللي بعديه. ما تستعجلش النتيجة، بس خلي عندك ثقة إن كل حاجة بتحصل ليها سبب وكل خطوة بتتبني على الأقل. 4: إن التميز مش رفاهية، هو الأساس. جوبز كان مهووس بالتفاصيل حتى اللي مش باينة للمستخدم، التصميم، التجربة، كل حاجة لازم تكون بالفعل، لأن ببساطة لو مش هنهتم بأدق التفاصيل ليه الناس تهتم بمنتجك أو بفكرتك؟ رقم 5: اتحرك بسرعة وكأن عمرك قصير. سؤال كان بيسأله لنفسه كل يوم بيدينا منظور قوي: هل اللي بنقضيه كل يوم بيقربنا من اللي احنا عايزينه فعلا، ولا الأيام بتعدي في انتظار اللحظة المناسبة؟ رقم 6: إن الفشل جزء من الطريق. جوبز اترفد من شركته اللي أسسها بنفسه قبل، لكنه قال إن دي كانت من أفضل الحاجات اللي حصلت لأنها رجعته لحبه للحياة من غير ضغط. فلو كنت فشلت في مشروع، شغل، علاقة، افتكر إن الفشل مش نهاية، ده إعادة توجيه. رقم 7: البساطة هي العبقرية. Simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. شخص كان بيشوف إن البساطة مش ضعف، بالعكس هي نتيجة تفكير عميق. ده درس ينفع في كل حاجة، من تصميم منتج لكتابة إيميل لتنظيم حياة. رقم 8: كن مختلفا. Be different. ده مش مجرد شعار إعلاني، ده مبدأ. ما تحاولش أبدا تبقى نسخة من اللي قبلك، ابني لنفسك بصمتك الخاصة. اللي بينجح بجد هو اللي مش خايف يكون غريب. رقم 9: ركز ما تتشتتش. جوبز لما رجع ابل لغى كل المنتجات الجانبيه وركز على شويه حاجات بس. تركيز هو اللي خلى الشركه ترجع للقمه. مش لازم تعمل كل حاجه، اعمل حاجه واحده بس كويس جدا. رقم 10: سيب بصمه مش بس منتج. Are here to put a dent in the universe. كان شايف إن دور الإنسان مش بس يعيش لكن يغير، يسيب علامة. وده ما كانش لازم يكون باختراع، ممكن تكون فكرة أو مساعدة أو حتى تغيير في حياة شخص واحد. ستيف جوبز علمنا إن النجاح مش إنك تكون عبقري بس في التكنولوجيا، لكن إنك تبقى واعي، شغوف، صادق مع نفسك، مؤمن باللي بتعمله. ولو خدت كل نصيحة من دول وطبقتها بشكل بسيط بس مستمر، هتلاقي نفسك بتتحول واحدة واحدة وتبني طريقك الخاص. وخطوة جديدة، درس جديد، واحنا دايما مع بعض في رحلة المعرفة.